مشاهدينا الكرام، الجزيرة منتصف اليوم نص أحمد علي ديفيد في الناطق باسم الخارجية الأمريكية، حيث قال: أتولد أننا وقد يكون الأوضاع الحالية لذلك لا نجد مبرر للقاء. ونص أيضا معنا مراسلتنا من قناة الجزيرة في قطر بنت سرعان: كيف الأوضاع الحالية في كركوك؟ الأوضاع متوترة جدا. سمعت أنا مسقط رتباتي من طرف 16. سمعت وانفجر سيارة مردنا الباب كسر أسواق من قبل الجولة بنت سرعان يا الجزيرة كركوك. شكرا من قناة الجزيرة في قطر. معنا وعلى الهواء مباشرة حسين العوجري من قناة الجزيرة في الموصل. حسين كيف أخوتك؟ كيف الوضع الحالي في الموصل؟ بالنسبة لي نطح وضرب يومي عاد ينفجر سيارة. العوجري الجزيرة مدري الموصل أو النجف ما ذهب بصراحة. إذن الاتجاه المعاكس مشاهدي الكرام، لماذا يصر البعض على اقتناء الأزمات في العراق؟ ألا يكفي ما يحدث درسا للشعوب لتعرف من هم العملاء؟ لأن الوضع الحالي هو سبب تدهور الاقتصاد، لأن قاطع الشميلة هو سبب حرق اللسان، لأن أحسن تودر إلى فجع الطن، لأن أكل اللحوم أهم من أكل الدجان. هذا الأسئلة وغيرها تأتيكم معنا في الاستديو السيد قمقم خراب الدين المعروف بحامل مفاتيح الجنان. الجميع يتهمونكم بنهج التقريب في البلاد، ماذا ترد؟ نحن قوم ذو عقول فارغة. أعتقد النبي السكتة. إذن مشاهدينا الكرام، دقيقة دعه هو لا يشرع يقول لي، دقيقة دعه لا يشرع يفارق لي، دقيقة دعه يتكلم يا جنة. الاتجاه المعاكس يأتيكم برعاية قطر للبترول، متميزون بالريادة. بدي أكشن. أكشنات. أصوات المطرات وأصوات الآلات وأصوات هناك أصوات المطرات في 3 حالات. في حالة إنه يولي لها نغم مثلا، ينزل يا أخي وصله في دخولها الحارات طلعة لكن عندما مرة ركبتوه بعدين نكعنا لزيلة لقي البلوكون لو قد ينبه بس صار سليم للزيلة عمل وانه بعدين ما عادوش مطر قد يسيكل من السيارات السيارة الجاي الإشارة اوكي لابي سمنت نقطة سمنت حق المرسيدس هاي واحدة بالروح لا هذا البرنامج برعاية حليب ورصابة. لا